كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة عسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية تتضمن تقديم عتاد عسكري وبرنامج تدريبي شامل للمملكة بقيمة 1.4 مليار دولار. وأوضحت الوزارة وفقا لرويترز أن الصفقة أبرمت خلال جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط في مايو الماضي، وتأتي في إطار صفقة عسكرية بين البلدين بقيمة 110 مليار دولار، تتضمن منظومة رادارات تشمل 26 جهاز رادار بجانب ذخائر ودعم في فن القوات السعودية. وبحسب وكالة التعاون الدفاعي الأمني المختصة بمبيعات الأسلحة الخارجية أن عقدا منفصلا أبرم ضمن الصفقة المذكورة يتضمن تقديم برنامج تدريبي شامل للقوات السعودية بقيمة 750 مليون دولار، يشمل تدريبا عسكريا احترافيا على الطلعات الجوية وتعليما للغة الإنجليزية. وأشارت الوكالة إلى أنها أخطرت الكونغرس بصفقتين العسكريتين من المملكة، إلا أن المجال متاح لمدة 30 يوما أمام نواب الكونغرس لاعتراض وعرقلة إتمام الصفقة، وهو أمر نادر الحدوث.